أكلتنا النهاردة كلها كولاجين، كلها فيتامينات، كلها حاجة كده يعني من الحاجات العريقة المصرية. هنعمل منها الفتة بالشكل ده، وهنعمل منها الطواجن اللي فاتت، وهنعمل منها كمان الشوربة الجميلة دي. عندنا هنا الكوارع، جبنا الكوارع كده بتيجي متقطعة كده، بنغسلها كويس وبننقعها في ليمون ومية بليمون وملح ودقيق، وبنغسلها ونشطفها كويس قوي عشان الزفارة، وبنبتدي نحطها في مية مغلية بالشكل ده. طبعا المية دي هنستغنى عنها عشان ما يكونش فيها ريحة زفرة خالص. طبعا انا هنا اديتها غلوة بس كده، وبعد كده رميت المية وخدت الكوارع بتاعتي حطيتها في مية مغلية تاني، مية نظيفة خالص من غير اي حاجة. تمام. هنزل بقى بورق لورا ومسمار او قرنفل وعودين حبهان فقط لا غير، شوية كده من السكر، معلقة من السكر كبيرة، وهبتدي اغطي عليها كده واسيبها تستوي على نار هادية خالص، يعني نار فوق يعني اقل من المتوسط. تمام. بحيث ان هي تستوي معانا براحتها كده، ونسيبها بقى كده ساعتين 3 على النار لما تستوي تمام. هبتدي ان انا بعد ما استوت بالشكل ده هسيبها تهدى كده او هشيلها من الشوربة، وهبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده واشيل العظم واقطعها كده علشان يعني تتاكل بالمعلقة كده وتبقى سهلة وجميلة. تمام بالشكل ده، شايفين كهرمان ما شاء الله. هنيجي بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. في تريكات كده وحاجات بتتعمل في الفيديو للآخر يا جماعة، لازم تشوفوا الفيديو للآخر علشان التريكات دي. أنا عايزة أعمل صلصة، مش عايزة أعمل صلصة تقليدية، أنا هعمل صلصة. سلقت الطماطم وبدأت أديها صدمة بمية باردة وقشرتها، وهبتدي إن أنا أصفيها بالشكل ده، وضربتها طبعا في الكبة. شايفين البذور دي؟ ليه البذور دي تنزل معدتي؟ يعني ليه اتعب؟ ليه انزل كل البذر والقشر ده في المعده؟ تمام. فصفينا الطماطم بتاعتنا كويس، وبدأنا ان احنا نقطع البصل. قطعنا البصل بالشكل ده تقطيعة كبيرة شوية، انا عايزة البصل يكون ظاهر، وكده كده هيستوي معانا وان شاء الله مش هيكون متعب خالص. حطيت الطماطم بتاعتي على البصلة، كرملتها بس كرملة خفيفة كده، وبدأت ان انا اقلبها، اديها تقليبة، احط لها شوية سكر وشوية ملح وشوية كمون صغيرين خالص بالشكل ده. هديها بس تسبيكة صغيرة كده على النار لحد ما يعني ما تتسبكش قوي، تبقى كده يعني شوية جوسي كده. عندي بقى هنا بطاطستين، يعني جبت 2 من البطاطس، حبتين من البطاطس، وبدأت ان انا قشرتهم وقطعتهم مكعبات. عندي بقى الكوارع يعني ما شاء الله مظبوطة جدا، وقطعتها وجاهزة على الطاجن على طول. حطيت هنا شوية من البطاطس على شوية من الكوارع وبطاطس تاني، يعني هديها تقليبة كده مع الصلصة. هحط بقى شوية من الصلصة كده، وهاخد مغرفة كده من الشوربة. الشوربة بتاعتنا يا جماعة دسمة وجميلة جدا جدا. مغرفة واحدة بس كده علشان الطاجن ياخد ويدي مع بعض. تمام بالشكل ده. هنزل بقى بشوية صلصة كده على الوش علشان ياخد يعني وش كويس كده في الفرن. هبدأ كده ان انا امسحه عشان الحروقة، امسح وانضف كده مكان الحاجات، وهبدأ ادخله بقى الفرن واسيبه كده في الفرن. افتح الفرن والشواية على الهادي وهسيبه بقى، مش هياخد معايا ربع ساعة بالكتير. عندي بقى هنا العيش، انا عندي هنا بجيب العيش السوري اللي هو حبة كاملة. العيش ده بيبقى خفيف كده مفهوش لبة، وعامل زي العيش اللبناني كده، وخفيف وحلو، بس حبة كاملة. بدأت ان انا اقطعه بالشكل ده، وهبتدي افرفطه كده، يعني اخلي كل رق لوحده، وهدخله الفرن يتحمص كده تحت الشواية تحميصة بسيطة خالص بالشكل ده. طلع مقرمش معايا وجميل جدا ما شاء الله. شايفين شكله يفتح النفس خالص. عندي بقى هنا معلقة من السمنة، سمنة بلدي انا حطيت، وشوية كده من زيت الزيتون صغيرين خالص، وهبدأ ان انا اعمل طشة كده بالخل وشوية كمون، وهنزل بالعيش كده من غير توم خالص. انا مش هستخدم التوم، الاكل على الطيبات والكوارع عاملاها على الطيبات علشان ما تكونش متعبة خالص. طبعا على الطيبات مش معنى كده ان الطيبات الناس اللي متابعين الطيبات بس اللي ياكلوها، لا، ده حاجة صحية تنفعنا كلنا يا جماعة. تمام. حطيت بقى العيش وبدأت ان انا احطه كده في الصينية، ونزلت بالرز بتاعي معمول بالسمنة البلدي وطعمه جميل جدا، وبدأت ان انا ادي تشويحة كمان للكوارع في شوية زيت زيتون كده، تشويحة بسيطة خالص مع شوية كمون وشوية خل، وهنزل بشوية الشوربة اللي عندي بالشكل ده. عملت الشوربة بتاعتي
كده شوربة الكوارع جاهزة معايا على الأكل على طول. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين؟ تحفة. وادي الطواجن بتاعتنا طلعت في منتهى الجمال، حاجة كده ولا أروع ولا أحسن من المطاعم كلها. حاجة معمولة في البيت ونظيفة وجميلة وشكلها حلو وشيك، وتنفع في العزومات وتنفع معانا لأولادنا في البيت. يعني بالهنا والشفا، وبحبكم في الله، وما تنسناش من صالح دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.